المخابرات المغربية الجبانة الحقيرة التي تحاول تصدير مشاكلها الداخلية وأزمتها الداخلية نحو الجزائر. احنا قلنا لهم اللي يتحكك علينا يخلصها غالية. احنا مدعيين بالخير، احنا خاطينها ما نتبلاوش وما نظلموش، لكن اللي يقرب لينا تكويه النار. عجبتني تبول الخطري فتوش قال احنا ماناش تاع حرب وماناش تاع مشاكل، لكن والله اللي ينوي الحرب مع الجزائر ممكن هو يبداها، لكن موش هو اللي ينهيها وموش هو اللي يختار الطريقة كيفاش تنتهي الحرب. إذا نجدد الدعوة والنداء، اخطوا جرتنا وتلهوا بمشاكلكم الداخلية، تهلاو بأزمتكم الداخلية، حوسوا على الملك نتاعكم وراه حي ولا ميت، راه في المغرب ولا خارج المغرب، واخطوكم من المشاكل، خلوا الجزائر ترونكيل. اخطوا المشاكل لأنكم ماكمش قدنا، ماكمش قادرين، مستحيل. البعض يتساءل على قانون احتياط، يقول لك واش الجزائر راح تدخل في حرب؟ دارت قانون احتياط يعني رايحين يجيبوا الاحتياط وجيش الاحتياطي. نعم الجزائر مستعدة للحرب، الجزائر مستعدة للحرب، ليست موافقة على الحرب، ماناش نحوسوا ندخلوا الحرب، لكننا مستعدين. نعم الجيش الوطني الشعبي مستعد، وجيش الاحتياط مستعد. عناصر جيشنا اللي متدربين على السلاح واللي قدموا الخدمة الوطنية واللي كانوا يعني ضباط بما فيهم متقاعدين بما فيهم اللي تم إبعادهم من المؤسسة العسكرية، كلهم جاهزية وكلهم استعداد، حتى لا أقول كل الشعب الجزائري مستعد للدخول في حرب مع أي قوة مهما كانت. الجزائر مستعدة ونملك الإرادة القوية التي تشجعنا لدخول أي حرب مع أي عدو دفاعا على أرضنا وعرضنا. احنا مش نحوسوا على الحرب، ماناش رانا قاعدين نتشوكروا قال ندخلوا الحرب. الحرب ماهيش لعب، الحرب ماهيش لعب ذراري. وممكن تابعتوني أنا أكثر من مرة نقول باللي نلتزموا أعصابنا ونهديو. بعض الجزائريين كانوا يناديوا لرد فعل جزائري لما قتلونا أبنائنا في الحدود الموريتانية مرتين المراركة الخداعين الغدارين يقتلون أولادنا في الحدود الموريتانية، وكان الشعب الجزائري وحتى بعض المراركة كانوا يستفزوا، واش هم قتلوا لكم ولادكم وما درتوا والو؟ لا ما نديروش، لأنه عارفين أنه هذا استفزاز واستدراج لمستنقع قذر، مستنقع الحرب اللي نعرفوا قيمته مليح، لأن الدخول إلى حمام الحرب ليس كالخروج منه، لكننا نقول نعيد ونكرر، نحن على أتم الاستعداد والجاهزية لمن يريد الحرب، وجيش الاحتياط جاهز، وقانون الاحتياط جاهز للإمضاء، وراه فوق مكتب الرئيس يمضيه حتى يكون الجيش الوطني الشعبي على أتم الاستعداد لأي احتمال. لأنه القراءات والمعلومات والمعطيات تفيد أنه فيه محاولات استفزاز ومحاولات جر الجزائر إلى مستنقع الحرب. نقول لهم احنا مستعدين، إذا كان أنتم راكم حابين احنا جاهزين، ما كاش مشكل، مستعدين ونجربوا أسبوع شهر ونشوفوا. إذا حابين تلعبوا لعبة النار نحن على أتم الاستعداد، ما كاش مشكل، مرحبا بكم.